بص بقى، انا بصيت يمين بعد كده بصيت شمال، عيني ما جابتش اخر البارك لان احنا في البارك بتاعت هايد بارك. فتعالوا نعمل ريفيو لهايد بارك. في فرق ما بيني وما بين الفيلا قد ايه؟ يعني انا لو انا مشترك معاكم دي هتنور عمار يا مصر. بص القطه دي، بص القطه دي، بص الهايرات يعني نجوميه. يعني اعتقد ان هي كانت بتقعدوا في اليوم اغلى مما احنا لو رحنا اتغدينا كلنا في مكان جامد جدا. تفتكر لو القهوه اللي احنا بنقعد عليها الشاشه دي كلها، تفتكر القهوجي هيطلب كام في كوبايه الشاي؟ صايع قوي الحته دي. اعتقد مفيش منه الا 3 في مصر. كده جانا والاكس هنا. دي حاجه في المينتنس ده عشان بس لو حد ايه فكر وقام ايه واخد بعضه وقام نازل، مش هينفع. احنا دلوقتي في البارك بتاعت هايد بارك اللي مساحتها 141 فدان من اصل مشروع كبير مساحته 1200 فدان، ودي من اكبر الباركس الموجوده في القاهره الجديده. المشروع ده مميز بالبارك دي لان نفس المشروعات اللي عندهم نفس المساحات من اللاندسكيب والووتر فيتشر والباركس الكبيره بيبيعوا ب10 اضعاف السعر، وكمان اغلبهم ما عندوش شقق. انما المشروع ده فيه باركس كبيره جدا، وكمان دي تعتبر مدينه مقفول عليها بجيتد، وفي نفس الوقت فيها المساحات الشاسعه دي من البارك. فدي حاجه مش هتلاقيها في مشروعات ثانيه. وزي ما انت شايف كده، هات عينيك اخر البارك بيقول لك dangerous no swimming allowed، عشان بس لو حد ايه فكر وقام ايه واخد بعضه وقام نازل، مش هينفع. بس والله هي حلوه يعني. بص الحاجات دي بتاعت المينتنس اللي بينضفوا بيها الميه، واضح ان هم كانوا شغالين يعني. بص بقى، احنا دلوقتي في الكلاسترز والاجزاء القديمه المتسلمه من المشروع. المشروع زي ما احنا متفقين مشروع قديم جدا، كان بتاع دماك زمان، ولكن دماك سابته في 2011، فسيطرت عليه بنك الاسكان وهيئه المجتمعات بالاضافه للبنك الاهلي، وعملوا شركه خاصه اسمها شركه هايد بارك. الشركه دي هي اللي بتدير وبتشغل المشروع ده. وزي ما انت شايف الكلاسترز القديمه اغلبها كلاسيك ديزاينز، فيها اراميد وليها لون وطابع شيك قوي، واغلبها بالاسز وفيلل كبيره قوي. اغلب الفيلل اللي كانت في الكلاسترز القديمه كانت فيلل كبيره بمساحات كبيره من اول التاون هاوسز وانت طالع، وهم مجموعه كبيره. تقريبا كل الجزء الشمال من المشروع هي كلاسترز قديمه ومشروع قديم وجزء قديم من المشروع. احنا متفقين المشروع 1200 فدان على مراحل، في مراحل شقق ومراحل فيلات، وفي خدمات كتيره وفاسيلتيز كتيره. بس خلي بالك الانطباع والاركتكتشر اللي باخده لما بكون في الجزء ده من المشروع بتاع هايد بارك هو انطباع يعني لكجيريوس لابعد الحدود. بص كده على شكل الفيلل وشكل الاركتكتشر، بص على الاراميد، بص على اللون البيج او اللون يعني يعتبر كاكاوي، لون كده ما بين البيج والكافيه والكاكاوي، لون دمه خفيف قوي مسيطر على اغلب الفيلل. بص على البالاسز، بص المساحه بتاعت التراسات قد ايه، بص على مساحه الفيلل قد ايه، وبص على اللاندسكيب. يعني بص انا دلوقتي في البرومناد وفي الممشى الخاص بالمرحله، وفي البرومناد والممشى اللي بيبص على طول على البارك الكبيره اللي احنا متفقين عليها اللي بتميز هايد بارك. بس بص في فرق ما بيني وما بين الفيلا قد ايه؟ في مساحه كبيره جدا هخش اتمشى عشان اوصل لباب بيتي، فبالتالي ده في خصوصيه عاليه جدا ان في كل دي بارك، وبعد كده برومناد او ممشى، بعد كده البارك بقى الاساسيه بالووتر فيتشر بالكيدز اريا بكل الفاسيلتي الموجوده في البارك. فتعالوا نشوف ده كلاستر من احلى الكلاسترز، والاركتكتشر هنا انا بالنسبه لي روعه خطيره. انا هنا بحب اجي هايد بارك عشان اشوف الاركتكتشر دي، والناس اللي ساكنه في الفيلا دي بتعيش عيشه مختلفه جدا وبتعيش بديزاينز انا شايفها من احلى الديزاينز الموجوده في القاهره الجديده كلها. هاوس بتاع هايد بارك واحد من اصل 4 متسلمين، ده الوحيد اللي متسلم من ال4. يعني انا لو انا مشترك معاكم دي هتنور؟ نور بصورتك عمار يا مصر. في هايد بارك 4 كلاب هاوس، وده اول واحد متسلم منهم، جامد جدا. بص بقى فكره الكلاسترز ان احنا دلوقتي ماشيين في الرينج رود او المين رود اللي موجود في المشروع. بعد كده في كلاستر، صحيح الكلاسترز مش جيتد، هو في كلاستر وحيد في المشروع جيتد، بس احنا ماشيين في رينج رود بيدور حوالين المشروع بيوصلك لكل الخدمات، غير ان كل كلاستر بقى ايه يعني واخد الكورنر بتاعه وليه الطابع بتاعه وليه اللاندسكيب بتاعه. فحلو فكره الرينج رود. وطبعا الرينج رود دي فكره قديمه اخترعها او اول من عملها هم اعمار في مشروعاتها سواء اللي في مصر او اللي بره مصر. بص احنا في الكلاستر بتاع المازونات، والمازونات ده واحد من التايبس المميزه قوي عند هايد بارك. يعني اسم مازونات ده مرتبط ارتباط كلي بهايد بارك. بص الاركتكتشر هنا ده الجزء الجديد في هايد بارك، الجزء المعمول حديثا، الجزء بقى الالوان فيه الابيض الحجر، الديزاين مودرن عن الديزاين القديم. يعني انا واقف في شارع، واقف في رينج رود بيفصل ما بين الديزاينز القديمه بالشكل القديم الشكل الكلاسيك قوي وما بين الديزاينز الحديثه. الحقيقه المازونات اللي بحبه جدا، وهو من اكتر الكلاسترز ومن اكتر البرودكتس والتايبس اللي كانت بياعه في هايد بارك،
بس انا عندي مشكله ان انا جامع ما بين الديزاين ده والديزاين ده. فلما تيجي طبعا بالمراحل الحديثه انت بتحتاج ان انت تصغر المساحات، يعني السوق نفسه بقى محتاج مساحات اصغر، الكلاينتس بقى بيدوروا على مساحات اصغر، بس هي الفكره ان الاركتكتشر متداخل قوي، انا عندي مودرن قوي وعندي كلاسيك قوي. دي مشكله بالنسبه لي. هو اكتر تايبين معروفين في هايد بارك ان هم يعني سيجنتشر لهايد بارك، الفاميلي هاوس اللي هو ارضي واول وتاني وتالت، ده بيبقى فاميلي هاوس، بيبقى مبنى بيبقى فيه 4 دوبلكسات بس، وفكره المازونات. ميزه لطيفه قوي في موضوع السكيورتي، انت كل 20 متر في اللي هو الكشك بتاع السكيورتي ده، وفي فرد امن واقف. بص القطه دي، بص القطه دي، بص القطه ده انضف من حياتي. بص عامل ازاي، بتاكل افضل مني. ودي واحده بقى من عيوب هايد بارك. المول اللي ورايا ده اكتر من 2000 محل، المفروض بقالنا سنين بيقول ان الفطيم هيمسكوا 2000 محل، يعني مول كبير جدا تقدر يكون فيه كل حاجه افهم بيه او ريتيلز او كده، بس هو من زمان على هذا الشكل، يعني كبنى وككونستراكشن هو مبني من زمان، بس شكله زي ما انت شايف كده من زمان لسه واقف. بص بقى الكونكريت ده، السور ده فاصل ما بين اي مرحله بتبني وما بين المراحل اوريدي المتسلمه. ودي ميزه في الكومباوندز الكبيره، انك تقدر تفصل مراحل اوريدي لسه بتبني عن مراحل اوريدي متسلمه، وتعيش المتسلم عادي وما تحسسش الناس اللي مستلمه ان في كونستراكشن حواليها، وفي نفس الوقت انت عندك كونستراكشن جنب على طول، فاصل ما بينهم شارع. الهايد اوت بقى يا نجوميه، الهايد اوت يا نجوميه، تيجي تتبسط. كان في واحد صاحبتي عندها كلب كانت بيجيبوا هنا بيتس كلاب كده، البيتس كلاب ده بتاع الكلاب ده، يعني اعتقد ان هي كانت بتقعدوا في اليوم اغلى مما احنا لو رحنا اتغدينا كلنا في مكان جامد جدا. فيعني نرجو من البيتس كلاب ان هو يشوف لنا مكان نقعد فيه هناك. 30 نورس ستيكر، ايه الروقان ده. هايد اوت يا جماعه، كل بقى اللي انت عاوزه، كافيه، ريستوران، ليك، قاعده رايقه، بيتس كلاب، في فاسيلتي كتيره هنا حلوه. طبعا ليه اكسس لوحده من على الجيت، هي هايد بارك ليها اكتر من جيت، ليها اعتقد 5 جيت، في اكسس خاصه بالهايد اوت عشان لو حد عايز يخش الهايد اوت وهو مش ساكن ومش عايش جوه هايد بارك ما يبقاش ملزم انه يخش الكومباوند ويستخدم فاسيلتي الكومباوند ويتحرك جوه الكومباوند بحريه. لا، هايد اوت ليها جيت لوحدها، الناس بتخش وتطلع منها بعيدا عن الجيت الخاصه بالكومباوند كله، مفصوله يعني، دي حاجه حلوه. في سيركل كي، في ملعب بدل، في مارنيز، في حاجات حلوه قوي هنا. وبغض النظر ان هو مكان فاسيلتي وكومن زي ما اتفقنا، لا هم مهتمين بيه جدا يعني. بص الساينج دي بس معموله حلوه قوي، الخشب ده معمول كويس قوي. بص هو بيقول لك، شفت بدأنا ازاي، قال لك روح يمين، اهي روح يمين، روح شمال. تفتكر لو القهوه اللي احنا بنقعد عليها الشاشه دي كلها، تفتكر القهوجي هيطلب كام في كوبايه الشاي؟ ده سؤال مهم انا بساله لنفسي. صايع قوي انك تفتح هايد اوت للناس كلها تيجي تتفرج وتقعد وتمارس وتاخد اكتيفيتيز وهكذا عشان يشوفوا الكواليتي الحقيقيه لهايد بارك حتى لو مش عايشين جواها. صايع قوي الحته دي. ده الليفر والمان يونايتد بيلعب سوف سلاي. مدرب هذا ملعب الكوره فعلي ايضا روح جميله، واضح انه في اكتيفيتي معينه بتتعمل. لو حد عنده ميتنج او جاي يذاكر وعايز يقعد على الفيو في الهايد اوت يقدر يجي يستخدمها، في منها كذا واحده. ده المطعم اليوناني، بالمناسبه المطعم اليوناني ده اعتقد ما فيش منه الا 3 في مصر، في واحد عند القلعه وفي واحد هنا وفي واحد ثالث مش فاكر كان فين، بس هو 3 بس الموجودين في مصر. ودي الهايد بارك بزنس ديستريكت اللي ليها اكسس على الطريق، هي بزنس ديستنيشن كبيره بمباني اداريه، الاكسس من بره على الطريق او تقدر تخشها من جوه الكومباوند بس باكسس خاصه، الناس اللي جوه البزنس ديستريكت ما تقدرش تخش الكومباوند الا برضه باكسس، عشان كده هي فيها خصوصيه عاليه ولكنها بزنس هاب كبير. دي بارك سنترال، مرحله الشقق الاشهر في هايد بارك، ما اعتقدش ان في سيلز اشتغل على هايد بارك ما باعش في بارك سنترال. مرحله محببه الى قلبي مع فكره ان المرحله دي بالفاميلي هاوسز بتاعتها، بالدوبلكسز بتاعتها، بالمازونات، كلها مودرن ديزاين، واحنا نص هايد بارك كلاسيك ديزاين. دي مشكلتي الوحيده، انما بارك سنترال بتبص على باركس توصل ل10 فدان، مرحله حلوه قوي فيها نظام جميل جدا. يمكن انا مش فاكر كانت المرحله دي ليها اندر جراوند باركينج ولا لا، بس انا كل المتاكد منه ان المرحله دي كانت مميزه قوي 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 قوي. كان المساحه ال 185 وال 191 للناس اللي اشترت هنا، هي اكتر مساحتين كانت عليهم طلب وكان عليهم رغبه. بص
بارك سنترال فيها التايب المشهور جدا الفاميلي هاوسز. هو عباره عن 2 دوبلكس ارضي و2 دوبلكس تاني وتالت. كان في ناس بتيجي تاخد الفاميلي هاوس ده كله على بعضه وتعمله بيت للاسره كلها. كان تايب مميز جدا والناس كانت بتحبه قوي، ويعتبر من السيجنيتشر بتاعه هايد بارك. مبنى فيه 4 دوبلكسات فقط لا غير. سنتر فيل بقى وحلاوه سنتر فيل، الديزاينز الفرنسي القديمه. انا بحب المرحله دي، ودي المرحله كان فيها جزئين متباعين من زمان قوي وفيها جزئين اتعملوا حديثا، وانا بحب المرحله دي جدا. المرحله دي بتلاقي فيها في الدور الارضي في ريتيلز، يعني محلات F&B وريتيلز محلات، وتلاقي في التيبيكال بتلاقي شقق سكنيه. في هنا 7 مارس وفي حاجات كتيره قوي مشهوره هنا معروفه. المرحله دي انا بحبها وبحب الديزاينز بتاعتها جدا 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 جدا. هنا بقى ما بيفرقش مع الهارموني، لان هنا انا بحب البرودكت. بص بقى الديزاينز، بس الحلويات، بس الجمال. ايه الديزاينز دي؟ حاجه كده حته من باريس، و اندر جراوند باركينج، ودلع دلع 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 دلع. اللي عارف المرحله دي واللي قاعد في المرحله دي مبسوط جدا. مساحات هنا كانت كبيره قوي. 7 مارت ده كنت باجي انا والاكس هنا. بنشكر الاكس وبنشكر 7 مارت على كل فنجان قهوه قدمه لنا، وعلى كل طبق سلطه، وكل بيكري عمله لنا. الحمد لله. ديزاين فرنساوي حلو قوي، تلاقي قدامه على طول مودرن ديزاين فاميلي هاوسز، ويلا نلف حوالين بعض. فلو هتسألني على تقييمي النهائي لمشروع ذا هايد بارك، مشروع عملاق، مشروع كبير، في مراحل كتير، وفي جزء كبير جدا متسلم حوالي تلتينه، ولسه في التلت هيطرحوه الفتره الجايه غير بارك سنترال اللي في التجمع السادس. فخليني اقول لك ان انا بالنسبه لي كوميونتي هايد بارك من الكوميونيتيز المحببه الى قلبي. عندي اصحابي كتير ساكنين هنا وناس غايه في الاحترام، بلس ان انا باجي هنا كتير، فانا عارف كوميونتي هايد بارك 9 من 10 مفيش كلام. ناس محترمه، كوميونتي شيك، كوميونتي لاكجري، ولكن بدون تكلف، عشان مش عارفين نقولها غير كده. قول لي على المينتنس. المينتنس زي ما انت شايف هي مش اعلى حاجه في الدنيا، بس هي في النهايه حاجه كويسه جدا، 8 من 10. ولكن هتقول لي على الاركتكتشر، انا زعلان في هايد بارك من الاركتكتشر. ايه المودرن وايه الديزاين وايه الكلاسيك وايه رايح جاي وهكذا. فانا في الاركتكتشر مش هقدر اديه اكتر من 7 من 10 عشان فكره الهارموني اللي مش موجوده ما بين الكلاسيك والمودرن. اما بالنسبه لو هتقول لي على فاسيلتي، فهايد بارك ذا سيتي فيها بزنس ديستريكت، فيها هايد اوت، فيها الليك الكبيره والبارك الكبيره، فيها النادي، فيها المدرسه، فيها المستشفى او الكلينكس، فيها كل حاجه. فانا بالنسبه لي هايد بارك 9.5 من 10 في الفاسيلتي. مفيش حد يقدر ينافس سيتي في الفاسيلتي، خاصه انها في سيتي، بس مش سيتي مفتوحه، سيتي مقفوله جيتد على نفسها، مش اي حد يقدر يخشها، ودي معادله صعبه تتعمل. فلو انت قلت لي هايد بارك في النهايه ايه، هايد بارك تحفه، هايد بارك هايلي ريكومند. هايد بارك اشتري فيها وانت مطمن، سواء في مشروعهم الحالي اللي فيه افيلابيلتي او في مشروعهم الجديد هايد بارك سنترال الموجود في التجمع السادس، او حتى في مشروعاتهم بقى، عندهم مشروعات في الساحل ومشروعات في زايد وهكذا. لو قلت لي التقييم النهائي اول ان اول فهايد بارك 8.5 من 10. لو عاوزين ريفيوز ثانيه لهايد بارك او لمشروعات ثانيه اكتبوا لنا في الكومنتس او ابعتوا لنا. ولو عاوز تعرف كل جديد عن العقارات وعن المشروعات الحلوه زي اللي احنا فيها دي ابعت لنا واحنا هنقول لك ايه الجديد.